تعرف ليه محمد عبد المنعم أحسن مدافع في أفريقيا؟ تعال أقولك، في ناس كرة القدم عندهم ما اتطورتش من سنة 2000، واللي مفهوم المدافع عندهم إنه لازم أول ما الكرة تجيله يشتتها بعيد. عبد المنعم بقى طريقة لعبه أوروبية، وعلشان تفهم قصدي لازم تبص على مدافعين فرق أوروبا. طريقة لعب عبد المنعم الرصينة واللي بتخليه عنده ميزة عن أي مدافع تاني إنه بيعرف يطلع بالكرة بشكل جمالي وهادي، وده اللي مخلي البعض من محبين الكرة القديمة ينتقدوه. عبد المنعم بدأ مشواره في الكرة كمهاجم، وعلشان كده عنده الثقة الكبيرة في الاحتفاظ بالكرة والخروج بيها بشكل ممتاز، لكن انتهى بيه المطاف إنه يكون في الدفاع، وعلشان كده طلع لنا الميكس المميز ده بين قوة الدفاع في الضغط والسرعة وبين المهارة الفردية. وطبعا مش هننسى إنه ممتاز جدا في الرأسيات، وده اللي خلى أندية خليجية وأوروبية كتيرة تسعى لضمه. محمد عبد المنعم خاض اختبارات الانضمام للنادي الأهلي وهو بعمر ال6 سنوات، لكنه فشل وقدر إنه ينضم للنادي الأهلي بالمصادفة. بدأ اللعب كمهاجم وكان بيحب مركزه جدا في الملعب، لكن بسبب المدرب ياسر رجب خلاه يغير مركزه واللي رفضه في البداية، لكن ده كان سبب إن عبد المنعم يكون أشهر مدافع في أفريقيا حاليا. كيروش كان السبب إن الضوء اتسلط على عبد المنعم، وكان شايف إنه إزاي لاعب بالموهبة دي منضمش للمنتخب قبل كده علشان يكون عبد المنعم قد الثقة دي ويثبت جدارته مع المنتخب. انضمام عبد المنعم للمنتخب ما كانش مخطط ليه، لأنه نزل أرضية الملعب بسبب إصابة الونش، وكان مفاجأة للكل، والبعض كان معترض على انضمام لاعب مغمور لسه مش معروف، لكنه أذهل الجميع وبين مستوى أفضل من الونش بكتير. عبد المنعم أثبت نفسه وموهبته في كأس العالم للأندية، ولعبه ضد فريق بحجم ريال مدريد بالقوة والثبات الانفعالي ده بيبين قد إيه هو مختلف عن غيره. مركز المدافع في النادي الأهلي عدى عليه كتير زي هادي خشبة وشادي محمد وغيرهم، لكن محدش قدر يسيب اسمه في الأهلي بعد وائل جمعة غير محمد عبد المنعم، وطول الفجوة الزمنية اللي بينهم محدش ساب بصمته كمدافع غيره. التركيز بيكون مع خط النص أو الهجوم، ولكن في الدفاع صعب جدا تثبت نفسك. عبد المنعم كان السبب في إنقاذ الأهلي في مباريات مهمة جدا زي رأسيته ضد الوداد، واللي كان الهدف ده من ضمن أسباب حصد اللقب الأفريقي. لقطات كتيرة بتبرز اللمسة الجمالية اللي عنده زي اللقطة دي مثلا، واللي فيه كتير من محبين الكرة القديمة انتقدوه وشايفين إنه متهور، لكن الأندية الأوروبية ركزت معاه بسبب إنه مختلف عن أي مدافع تاني في مصر بسبب لمسته وتحركاته، والأهم هو الخروج بالكرة من منطقة الخطر.